علشان هو تايتل مهم، تايتل ناجح، طول الوقت انت في احتياجه، هادف. مش تايتل سهل تلاقيه، مش متداول، بالعكس صعب خصوصا لما تبقى بروفيشنال فيه. فحسيت ان انا محتاجة اتخصص as a HR، وحبيت ان انا اخد الدبلومة. فاكتر من حد رشح لي مكان EBS، والصراحة خدت الدبلومة وفعلا استفدت واشتغلت على نفسي، وحاليا شغالين في البروجكت. وحابة أشكر كل الدكاترة اللي اشتغلت معانا واشتغلت علينا شخصيا كثقة في النفس أكتر من إن احنا نقدم بروجكت أو إن احنا نبقى HR. هم حفزونا أكتر من إن هم ادونا حاجة علمية، ودي حاجة حابة أشكر عليها جدا دكتور عمرو حسين تحديدا، لان هو كان دايما بينمي جوانا حته ان احنا قد ايه نبقى واثقين في نفسنا وفاردين ظهرنا از HR، از شخصك، مش ان انت بس تايتل. دكتور طارق حابه طبعا اشكره جدا، لان هو برضو من الشخصيات اللي كانت صبوره جدا معانا في الاكسل، لان كان معظم الناس لسه لاول مره اصلا بتشوف الابلكيشن، مش عارفه تتعامل عليه، مش فاهمه اصلا الاكسل ده بيقدم ايه. فحابه برضو اشكره على طولة باله معانا في الموضوع ده. حابه اشكر جدا دكتور محمد فتحي، لان هو برضو كان بيقدم لنا الOD، وهو تعب معانا قوي فيه، وكنا رغم ان احنا بناخده اونلاين بس احنا لا استفدنا منه قوي، وحد بروفيشنال جدا. فبرضو من الشخصيات اللي بشكرها بشكل شخصي قبل بشكل مهني. المميز في EBS ان انا ما شفتش حد ما شكرش فيهم اولا. ثانيا من النادر جدا لما بلاقي شركات بتصر ان انت تبقى اتند، بتشتغل على ان انت تعمل بروجكت عملي، لان البروجكت دايما مش كل الناس هتقدمه بشكل بيرفكت. كمان دكتور عمرو بيشتغل على ان انت لازم تقدم البروجكت ده كويس جدا، ما يبقاش اي بروجكت وخلاص، لان ده هيكون مستقبلك قدام. فدي برضو انا ما شفتهاش في الشركات التانية. معظمهم بتبقى معلومة قصاد مقابل مادي وبيبقى الموضوع خلص. تاني حاجة فكرة ان هو يقدر يعمل لك recommendation في شركات كبيرة، فكرة ان هو بيطور من نفسك اكتر ما بيطور من النولج بتاعتك، دي برضو انا ما شفتهاش في شركات تانية. flexibility جدا في التعامل، ناس كويسة جدا في التعامل، ملتزمين جدا في مواعيدهم، ان احنا بنمتحن على كل موديول، ده كان بيخلينا قادرين ان احنا نفتكر الموديول كان بيتكلم على ايه، قادرين ان احنا نشتغل بشكل عملي. فدي حاجة انا برضو بشكرهم جدا عليها، واعتقد دي حاجة مميزاهم عن بقية الشركات التانية. Thank you so much EBS، واتمنى اخد معاكم دبلومة تانية غير HR. Thank you.